لحمة العيد هتعمليها من غير ولا نقطة مية، وعايزة اقولك هتبقى بصي زي الزبدة بغاشة بأي نوع لحمة، كبيرة صغيرة ان شاء الله هتعمليها بالطريقة دي وهتنجح معاكي من اول مرة. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده بالمقادير بتاعتنا. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده انا معايا تقريبا يعني كيلو بصل بقطعه كده جوانح او شرايح بالطول. وبالنسبة للحمة يعني لو انت هتعملي كيلو يستحسن ان انت تعملي قصاده كيلو بصل، علشان البصل بيطعم اللحمة يعني بيخليها طعمها حلو. ومعايا هنا كيلو لحمة برضو بقطعه كده مكعبات، ما تكونش صغيرة قوي يعني وسط كده الحجم بتاعها، علشان اللحمة كل ما بيكون القطعة بتاعها كبيرة يعني بتاخد تسوية جامدة على البوتاجاز، لكن لما بتقللي القطع كده وتصغريها شوية التسوية بتاعتها يعني بتبقى سهلة. في حله نضيفه على النار نحط فيها معلقتين سمنه، ويا سلام بقى لو السمنه دي بلدي، الله الله مش عايزه اقولك بقى على الريحه هتبقى عامله ازاي. هنخلي السمنه دي تسخن جدا على النار، شرط يا جماعه انها تسخن قوي علشان اللحمه ما تنزلش ميتها، احنا مش عايزينها تنزل ميتها، عايزينها تحتفظ كده بالجوسي جواها وتبقى طريه. اول ما تسخن جدا هننزل بقى اللحمه على اساس ايه تاخد صدمه، وزي ما قلت لكم مش هتنزل ميتها. لو انت استعجلتي وحطيتيها في السمنه دي وهي يعني يا دوب لسه دافيه هتنزل ميتها، وساعتها يعني ممكن تنشف مننا، فاحنا عايزينها تفضل طريه. اول ما بتنزلي اللحمه في الحله ما بتقلبيهاش خالص، بتخليها يا دوب كده تاخد صدمه، وبعد كده بتقلبيها اول ما تحمر زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله خدت لون دهبي حلو جدا. اهم حاجه في المرحله دي زي ما بقول لكم تبقى النار عاليه ما تبقاش هاديه. على بال بقى ما اللحمه بتاعتي تتشوح وتاخد صدمه حلوه من الناحيتين، جبت البصل اللي انا كنت مقطعاه جوانح وحطيت له ملح وفلفل، وهبتدي بقى كده ان انا افكه من بعضه كويس جدا. تبداي ان انت إيه يعني تدعكي البصل كويس قوي بالملح والفلفل لغايه لما تحسي ان حبيبات البصل دي فكت خالص من بعض زي ما انتم شايفين كده. ودي بقى شكل اللحمه بتاعتنا بعد ما خدت اللون، ما شاء الله خدت لون دهبي حلو جدا من الناحيتين. هنزل على طول عليها كده بالبصل وهبتدي ان انا اقلب، هنقلبها يعني تقليبه مش كتير. في المرحله دي بقى هتهدي النار خالص تخليها زي الشمعة، لان انت لو عليتي النار هتبصي تلاقي اللحمه بتاعتك نشفت واحتاجتي ان انت تحطي ميه. بعد ما هديتي النار هتعملي ايه زي ما انتم شايفين كده ان انا غطيت الحله بتاعتي بورقه الومنيوم فويل. الورقه دي يا جماعه بتحبس الحراره والبخار جوه الحله، فبتخليها كده زي حله الضغط، بتخلي اللحمه تستوي بسرعه وفي نفس الوقت بتحبس بخار الميه جوه الحله، فبتفضل اللحمه يعني جوسي وفيها سوائل زي ما انتم واخدين بالكم كده. انا وريتها لكم دلوقتي بالمعلقه، شايفين السوائل دي يا جماعه؟ السوائل بتاعت اللحمه والبصل انا ما حطيتش ولا نقطه ميه خالص، بس زي ما بقولك التكايه هنا ان انت بتهدي النار خالص. اول ما تحسي ان اللحمه استوت يعني تقريبا هي 3/4 سوا، بتحطي عليها بقى الملح بتاعها وبتظبطيه، وبتخليها بقى مكمله كده على النار الهاديه لغايه لما تستوي. على فكرة انا نسيت اقول لكم يا جماعة اللي انا حطيته في الاول ده كانت معلقة السكر، لكن في الاخر خالص حطيت الملح بتاع اللحمة، لان زي ما قلت لكم الملح بيأخر التسوية بتاعة اللحمة. احنا في الاول بنحط معلقة السكر دي، بتحاول برضو تسرع في تسوية اللحمة وبتخلي الانسجة بتاعتها ما شاء الله بتدوب معايا بسرعة. وقبل ما اللحمة بتاعتي تستوي يعني مثلا قبل ما اطفي عليها النار بقيمة 10 دقايق ببتدي ان انا بقى املحها واخليها بقى كده مظبوطة. وده بقى الشكل النهائي للحمه بتاعتي، وما شاء الله اللهم بارك بجد تحفه جدا. على فكره اللون ده يا جماعه والله من اللحمه يعني نفسها، انا ما حطيتش فيها اي صلصه، ما شاء الله اللحمه يعني اللون بتاعها حلو جدا بجد يفتح النفس، وكمان طريه قوي عامله زي البغاشه. اتمنى بقى يا حبايب قلبي ان كلكم تجربوا الطريقه وترجعوا تقولوا لي على رايكم في التعليقات. لو عجبتكم الفكره لايكات كتير بقى، مع السلامه.